السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. كلما سجدت لله كلما اقتربت. يقول ربنا عز وجل في أكثر من موضع وضح أهمية السجود في سورة الحج: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. في سورة الحج يقول المولى عز وجل في كتابه الكريم: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. ويقول المولى عز وجل في سورة الحجر: ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون. أعمل يا ربي فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ثم يختم المولى عز وجل من ضمن الآيات الكريمة اللي تتحدث عن السجود: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينتهي لنصفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. بالبداية الآية الأولى في سورة الحج يقول المولى عز وجل في كتابه الكريم: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض. السجود لله عز وجل، كل شيء ربنا عز وجل خلقه في الكون يسجد لله عز وجل. الآية شملت في سورة الحج كل المخلوقات، سواء كان كائن حي سواء كان جماد، الكل يسجد لله عز وجل. ومن ثم الآية تحدث عن ذلك وتخبرنا: ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض. السماوات نعم، في الحديث: أطت السماء وحق لا أنطقت، ما من موضع قدم إلا وبه ملك ساجد قائم لله عز وجل. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض من الإنس والجن والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. ارجع لسورة النحل، يقول المولى عز وجل في كتابه الكريم: أولم يروا ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. حتى كل ما له ظل يسجد لله عز وجل، كل ما له، في الآية دي توضح كده: كل ما له ظل يسجد لله عز وجل، فسجوده ظله. الشجرة تسجد لله عز وجل وظلها وسجودها هو ظلها، الجبال تسجد لله عز وجل وظلها وسجودها لله. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمال سجدا لله وهم داخرون. إذن ظل كل هذه المخلوقات هي دلالة على أن هذه المخلوقات تسجد لله عز وجل. ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون. ماذا أفعل يا رب؟ ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأتباع الرسول صلى الله عليه وسلم حينما تضيق بهم الدنيا من الظلم ومن التعب ومن النصب من أعداء الإسلام ومن الذين يتلفظون عليهم بالليل والنهار ويمكرون لهم بالليل والنهار؟ المولى عز وجل يقول الحل الوحيد: ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. دي روشته. الآيات الأخيرة: أبو جهل لما ذهب إلى مكة المكرمة وجد النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا وقال له: يا محمد ألم أنهك على ألا تصلي ها هنا؟ بيقول النبي صلى الله عليه وسلم: مش أنا قلت لك ما تصليش في المكان ده تاني؟ ألم تعلم أني أكثر ناديا في مكة، يعني عنده عز وأولاد؟ فنزلت الآية الكريم: فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. إذن كلما سجدت اقتربت للمولى عز وجل. السجود لله عز وجل
الإنسان لابد إن يبقى له وقت مع الله عز وجل، يصلي ركعتين ويطيل السجود ويدعو الله عز وجل فيقضي له حاجته. كلما سجدت اقتربت لله عز وجل. وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.